السلام عليكم يا جماعة الخير. رانا الجمعة يوم 4 سبتمبر، راهي الساعة تقريبا 11 نتاع الليل. رانا في مطار هيثرو تيرمينال 4. طائرة تابعة الخطوط الجوية الجزائرية، والمفروض هذا عشرات العائلات والولاد اللي راكم تشوفوا فيهم يروحوا للجزائر على الساعة. الطائرة كانت مبرمجة الساعة 3 الظهر. طلعنا في الطائرة ومشينا شوية في المدرج، قائد الطائرة يقول بلي كان عطب في الطائرة. رجعنا وحجزونا 3 ساعات داخل الطائرة ثم نزلنا الآن من المطار. من هذاك الوقت حتى الآن، وهذا عشرات العائلات كما راكم تشوفوا فيها. ميزيرية، نقص معلومات، المطار راح يقفل وماناش عارفين وقت يطلع هذه الطائرة. عموما بعدين عرفنا بلي الطائرة هذه ماهيش طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، هي طائرة مؤجرة من طرف شركة برتغالية، وماناش عارفين حتى ظروف هذا العقد تاع التأجير، والطاقم البرتغالي. هذه هي الحالة لحد الآن. وراك تشوف هاد الأولاد وهاد عشرات العائلات ماهوش عارفين حتى وقتها راح تقلع هذه الطائرة. كاين اللي مساكن جاو من 10 تاع الصباح، يعني عندهم تقريبا 12 ساعة هما قاعدين بالأولاد نتاعهم. هذه هي، وهذا حال الخطوط الجوية الجزائرية هنا، ولا في باريس، ولا في جنيف، في روما. هذا القصص تعاود. والخطوط الجوية الداخلية حدث ولا حرج. عموما بالنسبة لي الأمور هي واضحة، يعني الإشكالية تاع الخطوط الجوية الجزائرية لا تنفصل عن إشكالية كل الشركات العمومية في الجزائر، وعن الهملة اللي عيشتها البلاد. يعني شركة هاملة وبلاد هاملة ومانيش عارفين حتى حلها والله. على العموم هذا فقط حبيت نسمع خاوتي بالشيء اللي وصلي الآن في لندن هيثرو، ولكن يكون جديد ولا رانا نبلغوكم. سلمونا على سلال، وسلمونا على وزير النقل ولا وزير السياحة. نقول لهم كما قال المثل الشعبي: عيشه باللارج في بلاد الهيم. المهم الكل راه متفق باللي راكم في الحلقات الأخيرة. السلام عليكم.